حقيقة فرض غرامة ذبح الأضحية بالمغرب لهذه السنة خبر صحيح أو لا كاذب. أولا قبل كل شيء نشوفوا قرار ديال وزير الداخلية أو وزارة الداخلية اللي صدرت تعليمات بمنع كل الأنشطة المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى بما فيها منع بيع الأضاحي والأعلاف في الشوارع. هذا الخبر هذا اللي كان جاء في تاريخه من يومه الأربعاء الخميس يعني اليوم، جاء الخبر هذا اللي كيمنع فيه كل الأنشطة المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى، يعني بيع الأضاحي والأعلاف في الشوارع، بيع المستلزمات ديال الذبح أو لا مستلزمات ديال الشواء ولا داكشي اللي كنا كنشوفو كيتباع ديال الأعلاف، التبان والشعير والفحم وإلى غير ذلك. فهذا قرار واضح في هذا الشأن بالنسبة لوزارة الداخلية. أما ما يتعلق بالغرامة أو لا المنع، فهنا خبراء قانونيين ومصادر إعلامية موثوقة كتقول لنا أنه لا غرامة ولا منع، لا أساس قانوني لهذا الخبر. فإن الحديث عن فرض غرامة ذبح الأضحية في المغرب عار تماما من الصحة، ولا يستند لأي نص قانوني منشور في الجريدة الرسمية. وهادشي اللي كيأكد لنا مبدأ ديال لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. يعني في التشريع المغربي ما عندناش واحد النص قانوني واضح بالنسبة لهذه المسألة هذه ديال ذبح الأضحية يوم عيد الأضحى، فإنه لا يمكن معاقبة أي مواطن دون وجود قانون صريح، ما يعني أن ممارسة شعيرة الأضحية تظل حقا دينيا مشروعا ومتاحا لكل من استطاع إليه سبيلا. يعني ما غيمكن ليناش نفرضوا عقوبة أو غرامة دون وجود نص قانوني واضح منشور في الجريدة الرسمية. وكيف قلت لكم هادشي اللي كيأكد لنا مبدأ ديال لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني معتمد في القوانين المغربية. وبالتالي فإن ممارسة شعيرة ذبح الأضحية لا تعد جريمة في نظر القانون، ولا توجد أي مادة قانونية كتمنع أو لا كتفرض علينا غرامات على من يختار أداء هذه السنة الدينية. وحسب ما جاء مؤخرا في البلاغ الملكي، المضمون ديالو يعني كتعود جذور هذا الجدل وهذا النقاش هذا إلى البلاغ الملكي الأخير، واللي قراه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، واللي جاء فيه كيدعي المواطنين إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى 2025 مراعاة للظروف الاقتصادية اللي كتمر منها البلاد. لكن نظرا للظروف اللي كتعيشها الماشية ولا الظروف الطبيعية اللي كتعيشها بلادنا، فلا بأس أننا نمشوا في الطرح ديال الحكومة وفي الطرح ديال الرؤية الملكية لعدة عوامل. العامل ديال الجفاف، العامل ديال النقص في رؤوس الماشية، عامل ديال الغلاء والارتفاع الكبير اللي كيعرفوه المواشي عندنا في المغرب، وخير دليل عيد الأضحى ديال 2024. راك شفنا كاملين الأثمنة ديال المواشي كيف كانوا. والناس اللي كيسمعوا أنه لا وجود لغرامة أو لا وجود لنص قانوني في هذا الصدد، فلا بأس أنهم هما كذلك يمتنعوا. بالنسبة للناس اللي بغاو يعيدوا، لا بأس أنك تمتنع لعدة اعتبارات: اعتبار إنساني، هناك اعتبار اجتماعي، هناك اعتبار ديني. بالنسبة للاعتبار الإنساني، راه قدامك الناس اللي مساكين ما عندهمش، وهذا دخل فيه حتى الاعتبار الديني. حق الجورة أو حق الجار، كاين مسكين اللي ما يقدرش يذبح، كاين اللي ما عندوش أصلا باش يذبح. حتى لو أنه كان مقرر عيد الأضحى هاد السنة هادي وما كانش المنع ولا ما كانش يعني القرار الملكي، كان مسكين ما غيعيدش. ولا حتى لو انه غيعيد بقرض او لا بدين، وغيمشي يتسلف وغيخلصها واحد 3 شهور ولا 4 شهور حتى 8 شهور باش يكمل الخلاص ديالو. يعني لا باس اننا نمشوا في الطرح ديال الحكومه، في الطرح ديال الرؤيه ديال صاحب الجلاله في هذا الصدد. ما هو ديني وصافي، ما هو اجتماعي وما هو سياسي وما هو اقتصادي، اكثر ان الطبيعه ديال بلادنا ما كتسمحش. العامل ديال الجفاف اكبر عامل، ارتفاع ديال الثمن ديال الاضحيه عامل ثاني. غنفتحوا الباب للشناقه اللي داو الملايير من الصفقه ديال 2024 اللي استردوا فيها رؤوس الاغنام من اسبانيا وربحوا الملايير على ظهر الشعب.
والخروف اللي كيدير 2500 درهم اولا 3000 درهم ولا كيتباع ب 4000 و 5000 حتى 7000 درهم. يعني كاينين بزاف ديال الاعتبارات. والرؤيه المولويه ديال صاحب الجلاله في هذا الصدد كانت رؤيه حكيمه. نتجردوا شويه من الانفه ديالنا ومن الان نشوفوا غير كيفاش عشنا العيد الاضحى ديال السنه الفارطه ديال 2024. الناس راه كانوا كيعانيوا. يعني لا باس اننا نمشيو في الطرح هذا ونشوف الطرح ديال الحكومه، غير هو بالنسبه لوجود نص قانوني ديال 5000 درهم او 4000 درهم فانه راه ما كاينش، لا يوجد بتاتا. ما كاينش شي نص قانوني، يعني لا جاري، ما كاينش عندنا نهائيا، ما كاينش، لا يوجد. وما كاين حتى شي قرار رسمي لحد اللحظه، ما كاين حتى شي قرار رسمي من عند الحكومه، يعني لا جريمه ولا عقوبه الا بنص معتمد في القوانين المغربيه. دونك ما كاين حتى شي حاجه. في انتظار الى كان شي مستجد قبل عيد الاضحى اللي من المرتقب انه يكون في 7 من الشهر المقبل، من 7 شهر 6، هو نشوفوا الى كاين شي حاجه من الحكومه او لا من وزاره الداخليه. تبقوا على خير.